السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هفسر لكم المثل الشعبي اللي بيقول حبك برص وعشرة خرص. انا نفسي افهم ليه لو شخص او اي حد انت مش طايقه يجي يقولك بحبك تلقائي كده بتلاقي نفسك بتقوله حبك برص. تسكت انت بقى على كده ابدا، تكمل كمان على كده وتقوله حبك برص وعشرة خرص. ايه الذل ده؟ يعني ايه؟ ازاي البورس هيحبه؟ ده احنا بنجري وراه بالشبشب. طلع بقى ان المقصود مش البورس ده اللي احنا بنجري وراه بالشبشب، المقصود بيها مرض البرص. وده مرض بيصيب الجلد فبيتغير لونه، وبيكون ده بسبب عدم وجود مادة بتسمى الميلانين. والمادة دي يا جماعة هي المسؤولة في الجسم عن لون الشعر والجلد والعينين، وده مرض صعب جدا الشفاء منه. فلما بتقول لحد حبك برص كأنك بتدعي عليه ان ربنا يبتليه بالمرض ده. امال بقى ايه حكاية العشر الخرس دول؟ هقول لكم. فانت كده بتصعب عليه الموضوع اكتر من الاول. لما انت قلت له حبك برص، لا ده انت كمان بتقول له وعشرة خرس، يعني انت مش طايقه خالص. تخيل كده لو انت قاعد اخرس وقاعد في وسط ناس مش عارف تتعامل معاهم ابدا، ولا تكلمهم ولا هم فاهمينك ولا انت فاهمينهم. اذا انت كده ادعى عليك بابتلاء صعب جدا اللي هو حبك برص وعشرة خرص. فطبعا الجملة دي ما بتتقالش الا اذا كان فعلا حد مش طايق الشخص اللي قصاده، فبيدعيله بالدعاء ده او بيقوله المقولة دي نتيجة عن كرهه ليه. بتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو بتاعنا النهاردة، واستنوني في فيديو جديد.